أهلا وسهلا فيكم حبايبي في مطبخ وتدابير سجاء. هذا مطبخي المتواضع بكل صراحة. أسفة عن المنظر، لكن هلأ راح ابتدي غسل المواعين اللي ما تفضش. إن شاء الله راح تستكشفوا معي مطبخي المتواضع ركن بركن. هذا أول فيديو لي في القناة، ممكن أكون ناقصة شوي في التصوير، لكن أنا معكم راح أتحفز وأتعلم. يلا نتحفز مع بعض وننشط مع بعض، نغسل الجبل تاع المواعين هذه اللي ما يخلصوش. إن شاء الله نكون قد نشطتكم شوي، ويلا اللي عندها مواعين تقوم تغسلها إن شاء الله. كملها على مواعين، إنه جبل جبل جبل. يا رب عينا نكون أمهات رزقين. هلأ بديت أن نرجع في المواعين المغسولة قبل. يلا دوقة دوقة حتى باب الدار. هيك بكون خلصت مطبخي جبل. عندي حق ولا لا؟ جبل ولا لا؟ خلصت مطبخي، نظفته بالكامل تنظيف على السريع. إذا عندكم فكرة البنات كيفاش نحل ذيك تاع اللاصقة تاع القزازة تاع شو اسمه، القزازة تاع الكوشة، اعطوني فكرة عنها لأن حاولت ما كاش. هيك بكون خلصت مطبخي، نظفته بالكامل. أعطيكم نبذة عن هذا نايف بخلاصة بيكربونات الصودا. هاي البنات هاي جربوه يرغون ما شاء الله، وهاي اللي نظف يساعد. روعة روعة روعة. وهذا ثاني ستيك هايل هايل. هاي الكوزينير روعة، خليها تشعل شيء. أنا مكبتير البنات وكي تلقاهم يشروهم بلان داما البنات. هايل 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 روعة. هنا البنات لما تشوفوا هيك راح تسألوني كيفاش وعلاش، نقول لكم أنا قبل التساؤلات لمت في شوية حكوك هيك، وراح لما تلمد لي. هذه روعة روعة البنات. شيكوري هايلة ما شاء الله. كين تتلمد هيك مش عارفة إذا هذه تتنحى أو لا. اللصقة هذه تاع الكاوط مش عارفة إذا تتنحى ولا لا. دايرة في هذا الحشيش، هذه السكر، وهذه نسكافيه هذه تاعها، القهوة تاعها هذه. كي تتلمد لي هيك مشوار نعمل بهم طريقة ونزينها ما شاء الله. راح نعمل لهم فيديو إن شاء الله. بس قدمت له شابلير، اللي حابة الوصفة نحطها لها في القناة بلا ما تشريه وبلا ما تعبي روحك. وصفة هايلة جدا. اللي حابة الوصفة تكتب لي ندير لها في القناة، متبل او مش متبل. ان شاء الله يعجبكم اول فيديو معي في القناة. والله يكون بالتصوير ناقصة شوي، وفي المونتاج ثاني ناقصة شوي، لكن ان شاء الله بشوي بشوي راح اتحفز واتعلم معي كما ذكرت سابقا. ان شاء الله تكونوا بخير البنات. شكرا لكم، مع السلامة.